إدارة العقارات شغلك ما بيخلصش بعد البيع. في وسطاء بيعتقدوا إن شغله بيخلص لحظة توقيع العقد، بس الحقيقة دي اللحظة اللي العميل بيبدأ يسأل فيها الأسئلة الجديدة: هو أنا هأجر إزاي؟ هو أنا هتابع المستأجرين إزاي؟ وأنا هعمل صيانة إمتى؟ طيب لو المستأجر خرج أنا هعمل إيه؟ طب لو حصلت مشكلة قانونية؟ كل الأسئلة دي اسمها إدارة العقار. يعني إيه إدارة عقارات؟ إدارة العقارات ببساطة كل حاجة بتحصل بعد ما العقار يتسلم أو يتأجر عشان يفضل يدر دخل وما يتحولش لصداع، من أول الإعلان عن الوحدة، التواصل مع المستأجرين، توقيع العقود، تحصيل الإيجار، المتابعة الدورية، الصيانة، انتهاء العقد وتجديده أو الإخلاء. طيب هو ليه ده مهم للوسيط يعرفه؟ لأنك لما تشرح للعميل العائد لازم كمان تشرح له إزاي العائد ده هيحصل. ما ينفعش تبيع له حلم تقول له 8% وتسيبه يتفاجئ ان الشقه فاضيه او المستاجر مش ملتزم او مصاريف الاداره غاليه. ايه هي انواع اداره العقارات في الامارات؟ رقم 1 الاداره الذاتيه. العميل بيدير كل شيء بنفسه وده مناسب لو هو ساكن في البلد او لو عنده وقت وخبره. رقم 2 شركات اداره العقارات. بيكون في شركة مرخصة تتكفل بكل شيء: الإعلان، العقود، الصيانة، تحصيل، الطوارئ، وبياخدوا نسبة من 5 ل 10% من الإيجار غالبا أو على حسب الاتفاق. رقم 3 شركات التأجير قصير المدى اللي هي Airbnb ستايل. دي بتأجر بشكل يومي أو أسبوعي. دي بتعمل إدارة فندقية شاملة، عندها عمولات أعلى لكن عائد كمان أعلى. طيب الوسيط دوره إيه هنا؟ مش شرط تكون مدير للعقار بنفسك، لكن لازم تبقى عارف الشركات اللي بتدير، موصل العميل على جهة موثوقة، حاسب العائد بعد خصم مصاريف الإدارة، ضامن إن العميل فاهم المشروع كاستثمار متكامل مش مجرد شقة بتتباع. في بعض الحالات أو المشاكل اللي بيقع فيها الوسطاء، زي مثلا إنه يبيع مشروع فندقي من غير ما يشرح رسوم الإدارة، إنه يوعد بعائد إيجاري عالي وينسى يقول له إن الشقة مش مفروشة وجاهزة على طول، ما ينبهش العميل مثلا إنه المفروض يسجل الوحدة قبل التأجير. إيه النتيجة؟ عميل محبط، سمعة ضايعة. لكن الوسيط اللي بيشرح ده من الأول بيتحول في عين العميل من بياع إلى شريك مستأمن. في الحلقة اللي جاية هندخل على زاوية جديدة خالص. كل عميل له استراتيجية مختلفة في استثماره. هل في فرق بين تفكير المواطن الخليجي أو الأوروبي، المقيم أو اللي مش موجود؟ طب هل عمر أو سن العميل بيأثر على نوع العقار والمخاطرة؟ تابع السلسلة، لأن الوسيط الشاطر لازم يعرف كل عقل بيفكر إزاي.